النهاردة هنعمل أكتر وصفة مميزة وأساسية على سفرة رمضان، رز بالخلطة بأظبط وأسهل طريقة ومن حلاوته ما يتشبعش منه أبدا. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملولي لايك وتشتركوا في قناتي على اليوتيوب لو مش مشتركين. في كسرولة أو في حلة صغيرة كده على النار بحط 3 معالق كبار من السكر، بستنى على السكر لحد ما يسيح كده من الجناب وبعد كده ببتدي أقلبه لحد ما السكر كله عندي يدوب ويديني اللون البني الفاتح ده. لكل كوباية رز معلقة كبيرة من السكر. أنا هعمل 3 كوبايات من الرز فاستخدمت 3 معالق كبار من السكر. باستنى بقى على السكر لحد ما يديني اللون ده وبنزل عليه بمية سخنة أو مية من الحنفية مش هتفرق خالص، وبنديهم كده تقلبتين 3 مع بعض نتأكد إن السكر داب كويس مع المية. بنبتدي في الخطوة دي نضيف التوابل من كل حاجة نص معلقة صغيرة من البابريكا والفلفل الأسود والكمون، وكمان باضيف كده معلقة صغيرة من خلطة الرز البرياني بتديني طعم حلو جدًا للرز. لو مش متوفرة ما فيش مشكلة ممكن تستغنوا عنها، أنا باضيفها بس زيادة في الطعم. ضفت كمان مكعب من المرقة وكمان مكعب من الزبدة وورقتين من اللوري وعود كده من القرفة، وكمان نُص معلقة صغيرة من القرفة البودرة، وكمان بنضبط الملح وباقلبهم كده تقلبتين 3 واسيبهم يغلوا على النار شوية وبعدين أرفعهم من على النار. وفي حلة تانية بس تكون كبيرة شوية علشان دي اللي هنعمل فيها الرز، باضيف مكعبين من الزبدة عليهم معلقتين كبار من الزيت. أول ما الزبدة والزيت يسخنوا بانزل عليهم ببصلاية كده متقطعة صغير، باشوح البصل لحد ما يدبل كده ويحمر حاجة بسيطة. عندي بقى 3 كوبايات من الرز بابتدي أنزل بيهم كده على البصل واشوّح الرز كده لحد ما ياخد النكهة الحلوة بتاعة البصل وكمان الرز عندي يسخن، والخطوة دي مهمة جدًا إننا نفضل كده نقلّب في الرز شوية لحد ما يسخن، بتخلّي الرز مفلفل معانا ومستوي سِوَى كويس جدًا. تمام أوي كده، بعد لمّا اتأكدنا خلاص إن الرز سِخن، هننزل بقى بالتشريبة اللي إحنا عملناها للرز في الأول. بنضبّط المَيّة لو الرز حسيناه لسه محتاج شوية مَيّة بنزوّد له مَيّة سخنة تاني، وبنضبّط الملح وبنغطّي وبنسيب الرز يتشرّب كده على نار عالية، وأول ما يتشرّب المَيّة بتاعته بنهدّي خالص ونسيبه يستوي على نار هادية. عندي الكبدة باكون غاسلاها كويس جدًا، دي كبدة فراخ ممكن تستخدموا معاها قوانص لو تحبّوا. أنا باغسلها كويس جدًا وباقطّعها كده لمكعبات صغيّرة، وفي طاسة على النار باحُط معلقة كبيرة أو معلقتين كبار من الزيت، وبابتدي أنزل بالكبدة كده وأفردها كويس على المادة الدهنية علشان كلّها تاخد من تحت لون واحد. أول ما بتاخد اللون من تحت كده بابتدي أقلّبها كويس جدًا في بعض، وبعد كده بنضيف لها التوابل فلفل أسود وكمون وبابريكا وكمان كزبرة، وبنضبّط الملح وبنقلّبها كمان تقليبتين كده مع بعض مع التوابل لحد ما الريحة الحلوة بتاعة التوابل تطلع. بنضيف كمان نُص معلقة صغيرة من القرفة وكمان بصلاية متقطّعة صغير. بندّي البصل مع الكبدة كده تشويحة حلوة، وبعدين بننزل عليهم بمعلقة صغيرة من التوم المفروم، وبندّيهم كده تقليبة مع بعض وبنسيبها بقى على النار لحد ما السوايل دي تتبخّر منها، وبكده الكبدة تكون جاهزة معايا. آخر خطوة عندي بقى هنحتاج لطاسة كده صغننة ونحط فيها مكعب من الزبدة أو معلقة كبيرة من السمنة البلدي، باستنى برضه على الزبدة أمّا تسيح، وبانزل بقى بشوية مكسرات كده، عندي فول سوداني وعندي كمان لوز وبندق وعين جمل وكمان شوية من الزبيب. باقلّبهم كويس جدًا كده أو باشوّحهم في الزبدة لحد ما ريحتهم الحلوة تطلع وياخدوا كده تحميصة حلوة في الزبدة. بعد كده بارفعهم من على النار وبنشوف برضه الرز كده بعد لمّا استوى مفلفل وريحته تحفة. بنبتدي نجيب الطبق الواسع شوية ونحط فيه رز. شايفين بقى ما شاء الله الرز واخد اللون المضبوط جدًا، ريحته وطعمه بقى بجد في حتة تانية، مش هتشبعوا من حلاوته بجد. وبنرص كمان الكبدة والمكسرات وبنحط كده شوية من الشبت، يعني بنخلي شكل الطبق حلو لأن العين بتاكل قبل البق.
شوفوا لي بقى ما شاء الله جمال وحلاوة الطبق اللي يفتح النِفس بجد، الألوان بجد تخطف العين وشكلها بجد يفتح النِفس، اعملوا الطبق ده في العزومات أو في غير العزومات هيشرّفكم بجد. جرّبوه بقى بالطريقة دي وهاستنى رأيكم في الكومنتات، ولو عجبكم فيديو النهارده ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في قناتي على اليوتيوب لو مش مشتركين، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، مع السلامة يا حلوين.